عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اشيل ولا هتعضي؟ اوعي تعضي. الله. طب وتخبيهم ليه؟ ها؟ الظهور الأول لإيمي سمير غانم بعد فترة طويلة من الغياب، وسبب مفاجئ لاختفائها طول الفترة اللي فاتت. تابعونا. الفنانة إيمي سمير غانم بقالها فترة مش بتنزل منشورات أو أي حاجة تخصها تتفاعل من خلالها مع الجمهور، لكنها من بداية شهر أغسطس الحالي بدأت تشارك الجمهور فيديوهات خاصة بيها في أماكن مختلفة وهي بتهزر على تيك توك أو إنستجرام، وسيطر على الفيديوهات دي الحس الفكاهي الجميل اللي بتتميز بيه الفنانة، فعملت كذا فيديو ونشرتهم على تيك توك، زي فيديو عملته على أغنية اختياراتي لأحمد سعد وظهرت فيه بشكل كوميدي بعد ما حطت شنب ودقن عن طريق فلتر في التطبيق. بنت يا صفرة، أنا بقيت مراته ومامي بقت حماته وانتي كلبة وموت في حياته، ما تحاوليش، أنا هنا محفورة، أنا اللاف والله أنا اللاف يو، قول لها إن أنا اللاف يو، سامعة بنت شغلاني على الكلام. اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه؟ اختياراتي مدمرة حياتي. كمان ظهرت مع زوجها حسن الرداد في فيديوهات طريفة حركت فيها شفايفها على صوت، سواء لمشهد من عمل فني أو فيديو كان ترند على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليه بطريقتها. يارا ما بلاش تكوني غدارة. ديش نفعني. قفلت الدكان. اوه سطلنا سطلنا اوه. إيمي سمير غانم بتختار الفلتر المناسب للصوت ودايما بيكون كوميدي، واغلب المشاهير بيشاركوا في اي ترند لكن بيظهروا بشكلهم الطبيعي، لكن إيمي دايما بتضيف لمسة تانية زي اختيار الفلتر الكوميدي. دم حضرتك سم قوي اقسم بالله. دودو انا عارفه انك متغاظه وغيرانه مني يا بنتي يا دودو على قلبي. مش قلت لك بلاش نفسك عشان ما تزعلش على نفسك؟ ابعتها له في وشه. إيمي سمير غانم متواجدة الفترة الحالية في الساحل الشمالي وبتقضي الأجازة مع عائلتها، وعشان كده بتقضي وقتها في تصوير فيديوهات بتنشرها للجمهور حتى وهي قاعدة على الشاطئ. من الجدير بالذكر إن الفنانة إيمي سمير غانم من وقت مسلسل سوبر ميرو اللي اتعرض في 2019 وهي غايبة عن جمهورها وما ظهرتش في أي مسلسل أو فيلم ولا حتى ضيفة شرف، ومكتفية بس بالمسلسلات الإذاعية، ولحد دلوقتي ما أعلنتش عن موعد لرجوعها للجمهور، وما ظهرتش في أي برنامج تلفزيوني عشان تتكلم عن أي عمل بتدرس إنها ترجع من خلاله في الفترة الجاية. وخطوة زي دي اتأخرت خاصة بعد ما خلفت ابنها الأول فادي وانشغلت بيه. فادي هو الابن الأول للفنانة إيمي سمير غانم من زوجها حسن الرداد، ورزقت بيه في 2 يناير وهو نفس يوم عيد ميلاد حسن الرداد. وجت التعليقات على الفيديوهات الطريفة لإيمي سمير غانم كالتالي: حد قال والله ضحكتيني أكتر منها، وحد تاني قال عسولة يا إيمي، وارثة جينات الكوميديا من سمير ودلال الله يرحمهم. قولوا لنا رأيكم في الفيديوهات اللي بتنشرها الفنانة إيمي سمير غانم. هو انت وانا اللي داخله صفحتك يا دودو؟ والله العظيم لو كنت انا دمي سمي انت غتتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا بينا على النبي يا ولاد. اللهم صل على سيدنا محمد. يارا ايوه انتي يا مكارة. يارا ايوه انتي يا مكارة. تقدري تقوليلي ليه خلصتي على الخيارة؟ تقدري تقوليلي ليه خلصتي على الخيارة؟